في هذا المدفن اكتشفت أميرة ثاج التي لا تتجاوز 10 من عمرها، ومعها أكثر من 17 كيلو من الذهب الذي يحيط برفاتها المحمول على سرير تحمله قوائم برونزية. في مدفن الطفل الذي يعود تاريخه لأكثر من 3000 عام اكتشف كنز يتكون من مجموعة من الحلي الذهبية وأدوات الزينة تعكس الجانب الثقافي والصناعي لحضارة ثاج. في هذه التلال القريبة من المدفن الذي اكتشفت فيه أميرة ثاج، يتوقع مهتمون أن يكون هنا المزيد من المدفن لبقية العائلة في موقع تاريخي هام. الفخاريات والقطع المتناثرة في كل مكان من ثاج تدل على أهمية تاريخية لهذا الموقع، فلا تكاد تسير إلا على كسر الفخار وقطع تاريخية مختلفة. ثاج الموقع التاريخي التي تقع 80 كيلومتر غرب الجبيل في المنطقة الشرقية، وهي قرية هادئة استطاع أهلها المحافظة على المواقع التاريخية وحمايتها من العبث. يأمل أهالي ثاج أن يتم تطوير المتحف الخاص بالموقع وتجديده ووضع القطع التي وجدت في تلك المقابر ليكون مصدرا مهما للمعلومات للزائرين والباحثين والمهتمين.